حلقة جديدة من آخر أخبار الأسبوع السينمائية. من كام يوم كده نزل تريلر مسلسل برلين واللي هيتم عرضه يوم 29/12 على نتفليكس، والجدير بالذكر إن أحداث المسلسل ده هتبقى قبل أحداث لا كاسا دي بابيل، واللي هتحكي عن قصة حياة برلين وإزاي يتحول لمجرم. من يومين نزل إعلان المسلسل الكوميدي على باب العمارة واللي هيبدأ عرضه يوم 4 أكتوبر على منصة واتشت، وبيشارك في بطولته محمد محمود ومحمد رضوان وحاتم صلاح وآية سماحة ورهام الشنواني. أول الأسبوع نزل لنا تريلر فيلم حسن المصري اللي من بطولة أحمد حاتم، وهيبدأ عرضه في السينمات في بداية أكتوبر، ويبدو كده إنه هيكون النسخة المصري من ذا ترانسبورتر. امبارح نزلت أول حلقة من مسلسل ذا كونتيننتال اللي قلنا قبل كده إنه بيدور في عالم جون ويك، ولكن أحداثه بتدور قبل أحداث جون ويك ب 30 سنة تقريبا. استنوا بقى ريفيو المسلسل قريب. في أخبار كده انتشرت إن روبي وعمرو يوسف هيعملوا مسلسل في رمضان اسمه شغل فنادق، وغالبا هيبقى مخرجه محمد سامي بعد ما تم تأجيل الجزء الثاني من جعفر العمدة. آخر خبر معانا هو إنه رسميا تم الإعلان عن بدء تصوير